هجر الاحتلال التركي ومرتزقته عقب احتلالهم لمقاطعة سريكانية رأس العين وأجزاء واسعة من أريافها بعدوان غاشم شنه عليها في 9 من تشرين الأول عام 2019. أكثر من 100,000 من أهلها قسرا وبقوة السلاح توزعوا في مدن ومناطق شمال وشرق سوريا، فيما يقطن منهم في مخيم سريكانية رأس العين الذي أنشأته الإدارة الذاتية. يعاني هؤلاء المهاجرون ظروفا معيشية صعبة في المخيمات بسبب فقدان مصادر دخلهم وتجاهل المنظمات الإنسانية لهم، فيما تعمل الإدارة الذاتية على توفير الاحتياجات الأساسية لهم مجانا من طبابة ومستلزمات العيش الأساسية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل بما يساهم في تلبية بعض احتياجاتهم. ويرى هؤلاء المهجرون أن المجتمع الدولي يتجاهل حالهم وسياسة المحتل في أرضهم بما يطيل آمد أزمتهم، وذلك من خلال سياسات التتريك وبيع ممتلكاتهم وإسكان أسر المرتزقة في منازلهم. ولكنهم يؤكدون بشكل دائم أن المقاومة هي السبيل الوحيد لاسترداد الأرض. وإلى ذلك تحدثت لنا الإدارية في المخيم. عزة الخنافر، إدارة مخيم سريكاني. طبعا بداية نستنكر الأعمال الفاشية التركية على مناطقنا في شمال وشرق سوريا، منها سريكاني وتل أبيض. الاحتلال التركي كان يريد أن يشتت لم جمع تلك المنطقة، ويريد أن لا تكون هذه المنطقة مستقرة بشكل أمني واستقرار في المنطقة. زعزع أمن هذه المنطقة من أمن واستقرار. طبعا أيضا نحن الآن دخلنا في السنة الرابعة بذكرى سنوية الاعتداء على أو الضرب على سريكاني وتل أبيض. نستنكر هذا الفعل من الفاشية التركية. طبعا الإدارة الذاتية هي التي تبنت ذلك المخيم من ناحية تسوية الأرض، من ناحية كل شيء مقدم في ذلك المخيم، ولكن المنظمات استجابة لها بطيئة جدا لذلك المخيم بحكم المنظمات قليلة تستهدف هذا المخيم. نحن يعني نناشد جميع المنظمات بأن تنظر إلى ذلك المخيم بعين الاعتبار بأن ذلك المخيم أيضا موجود على على هذه الأرض، ويوجد فيه أناس موجودون يعيشون، أيضا لهم الحق بأن تدخل تلك المنظمات وأن تساعدهم، يعني مهما تفعل المنظمات والشيء، ولكن لن تعوضهم عن منازلهم، عن بيوتهم، عن ممتلكاتهم التي ذهبت منهم، ولكن فقط لتأمين العيش لهم يعني نسبيا.